التعزيات. معي من بورسعيد الصحفي أحمد الجمال. أستاذ أحمد، أيضا بورسعيد من مدن القناة التي كانت في مقدمة الصفوف دائما في الحروب، وخاصة في حرب 6 أكتوبر. كيف كانت الاحتفالات في بورسعيد هذا العام؟ نعم، بورسعيد اليوم احتفلت بالذكرى 39 التي مرت على انتصارات حرب اكتوبر. هي 38 استاذ احمد. نعم نأسف الخطأ. الذكرى 38 لحرب اكتوبر المجيدة، وعزفت الموسيقى العسكرية صباح اليوم عسكريا في ميدان الشهداء، ميدان المسلة ببورسعيد، ولكن غاب التمثيل الرسمي، وانفرد حزب الوسط الجديد بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي مجهول في بورسعيد، وألقى بيانا نشد فيه الأمة بالعبور وقتها كما عبرت في انتصارات 73 في 10 من أكتوبر. ولكن غاب الاحتفال الرسمي على مستوى المحافظة، واقتصر على العزف الموسيقي للموسيقى العسكرية في صباح اليوم فقط. طيب، بالنسبة لهذه الحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي المحافظة، عن ماذا أسفرت؟ نعم، تمكنت قوة مشتركة من الجيش والشرطة في إزالة أكثر من 300 فدان في بحيرة المنزلة في مناطق المراحات بجنوب الغرب لبورسعيد، وتلك المساحات كانت عبارة عن مزارع سمكية مخالفة للقانون، وتمكنت القوة المشتركة من إلقاء القبض على بعض المخالفين، وحرزت أدوات الصيد المخالفة أيضا للأسماك الوليدة التي تسمى الزريعة بمنطقة المراحات وبحيرة المنزلة. شكرا للصحفي أحمد الجمال من بورسعيد.